السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تعالى نعمل مع بعض الحواوشي التحفة دوت. حلو جدا جدا، سهل قوي. لا هتعجني بقى ولا هتفردي ولا اي حاجة، هتعمليه بكل سهولة وهيطلع معاكي تحفة جدا جدا. ولونه حلو قوي وطعمه كان خرافة. اي حشوة بقى ممكن تحطيها فيه. الحشوة اللي متوفرة عندك اعمليها بيها، هيطلع معاكي حلو قوي وبيعجب الولاد، او الولاد بيحبوا الحاجات اللي هي السريعة ديت، سندوتشات برجر، شاورما كده. حواوشي لونه حلو جدا وطعمه كان خرافة، وسواه كمان كان حلو قوي. يعني هو طبعا عيش مستوي، بس احنا عملنا فيه الحشوة وحطيناه كده على النار. برضو النهاردة مفيش فرن مفيش اي حاجة، كله على البوتاجاز. بكل سهولة لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض ونشوف الخطوات بتاعتنا. ونشوف الحشوة بتاعتنا كانت سهلة قوي وعملناها على طول، ما خدتش معانا اي وقت خالص. بسم الله. معايا هنا ايه؟ طماطم وفلفل. إيه، بصي الكمية اللي انت عايزة تعمليها اعمليها، يعني مش شرط تكون كمية يعني محددة، يعني لا، حسب عدد افراد اسرتك هتعملي. تمام. هنقطع الطماطم كده ايه، تقطيعة صغيرة. انا بحب احشي إيه مع الصدق ومع البسطرمة. الطماطم بحط طماطم واحط فلفل واحط زيتون، احط جبنة، المتوفر عندي بحطه. بس البسطرمة والصدق بالذات بحط لهم فلفل وطماطم، بحبه بصراحة. تمام. قطعنا كده الطماطم وهنقطع كده ايه الفلفل بتاعنا برضو. تمام. انما اللحمة مش بحط لها طماطم، ممكن احط قرن فلفل، ممكن احط زيتون، ممكن احط جبنة، لكن مش بحط طماطم خالص مع اللحمة. تمام. قطعنا كده الفلفل برضو، هنقطع كده ايه، بقية الكمية بتاعة الفلفل كده. ده قرن كده ايه، انا بقطعه كده الفلفل تقطيعة صغيرة. وبقطع برضو الطماطم برضو تقطعتها برضو مبتبقاش كبيرة. وكده كده هيستوي معاكي، ما تقلقيش منها خالص. في العيش هنكمل برضو كمية الفلفل اهيت زي ما انتم شايفين كده. وعندي دي جبنة موتزاريلا كده كانت في الفريزر، طلعتها حطها في الطبق تفك. ودي البسطرمة وزيتون شرايح، ايا كان بقى اللي موجود عندك يعني حطي منه. تمام. بصوا البسطرمة وهي متجمدة تقطعها اسهل من ما هي فك خالص. يعني تجيبيها كده وهي طالعة من الفريزر متجمدة كده، وتمسكيها بصي تقطعيها، بصي بتتقطع معاكي بكل سهولة. تقطعي حتة صغيرة عشان لما تيجي تقطعي مثلا الرغيف نصين او اربع تربع، يتقطع معاكي سهولة، ما تمطش معاكي في التقطيعة، بتطلع معاكي سهلة جدا جدا. عايزه اقول لكم حلوه جدا، بصوا سهله قوي بتتقطع بكل سهوله. هقطع بس كميه بسيطه كده على قد الحشوه الاولانيه، وبعد كده هقطع بقيه الكميه وكله هنشوفه مع بعضه. بس انا قلت ايه، اقطع دي كده على السريع وابدا بحشو الرغيف الاولاني، وبعد كده نقطع بقيه الكميه واعملهم كده ايه بعد ما يعني من بره الكاميرا، يعني عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. تمام كده قطعتهم شويه. بصوا ده العيش اللي انا جبته من بره. بصوا العيش اللي هو بيبقى معمول بالرده دوت بيطلع حلو قوي قوي. وطبعا لو حطيتيه كده دهنتي الصاج زيت كده، دهنة بسيطة، وحطيتي رصيتي العيش ودهنتيه من وش كده ايه دهنة بسيطة برضو، وحطيتيه في الفرن برضو هيطلع معاكي خرافة. ممكن يعني تحطيهم كلهم مرة واحدة في صاج في الفرن هيطلعوا تحفة. فتحته كده بإيدي بكل سهولة من الجنب كده. تمام. وتنيت الحرف الأولاني وهبدأ أرص بقى الحشوة فيه. تمام. ممكن تعملي برضو على البوتاجاز حسب ما انتي حابة يعني. في تلك الحالات لو حطيه في الفرن في صاج مرة واحدة تبقى مرة واحدة سوا وخلاص، وهتقلبيه على الجنبين وتتابعيه. لو على البوتاجاز برضو هتعمليه برضو عقبال ما تحشي الرغيف والتاني هتلاقي نفسك دخلتي في السوا وهتسويه على طول، مش هياخد وقت كتير معاكي يعني. كده حطيت الزيتون وحطيت الطماطم والفلفل والبسطرمة وحطيت حتة جبنة كويسة كده. هي الجبنة مش بتمط قوي، فحطيت منها حتة كويسة بحيث ان هي تدي طعم وتدي مطة يعني. تمام. لو تعرفوا نوع جبنة موتزاريلا كويسة قولوا لي على النوع الكويس اللي انتوا جربتوه وطلع معاكم حلو. حطيت هنا الجريل على النار، وهحط معلقة كده ايه من الزيت، اقل من معلقة كمان، وهدهنه كده بالفرشة اهوت في الجريل بحاله.
الجريل من كتر ما بخبز عليه عمل زي حتت سمار كده، بس مش عايزة اتك عليه في الدعك جامد عشان ما يتقشرش معايا. انتوا عارفين الحاجات الجرانيت والسيراميك والحاجات دي مش بتتحمل. تمام، هو سخن معايا الجريل كده حطيته. طبعا كنت معليه النار شويه، النار اقل من المتوسطه عشان تطلع معاكي الحاجه طعمها حلو وتطلع معاكي مقرمشه. لما انا عليت النار شويه حسيت ان هو من الجنب اللي هناك ده خد لسعه كده، لكن من الناحيه دي لا، حلو بصراحه. هقلبه برضو على الجنب التاني اهوت. اخد بصوا اللون لما هديت بقى خد لون حلو ازاي. بصوا هجرب كده اشوف. بصوا لا، لسه الطماطم والفلفل ما عملش، هسيبهم. طبعا وطيت النار وسبتها. طالما شدت معاكي الجبنه ومطت كده يبقى هو خلاص الطماطم معاكي استوت والحاجه استوت. هنا حطيته بقى على العين اللي جوه شويه، وبدات ان انا هديت النار خالص، وعطانا اللون المقرمش التحفه دوت. لونه حلو جدا جدا. وحطيت رغيفين جنب بعض زي ما انتوا شايفين كده عشان ينجز معايا كمان ايه في الوقت. تمام. هكمل بقية الكمية كده وخلصها. بصوا كمان شكله دوت تحفة جدا. وهخلص كده الكمية بتاعت العيش كده بالبسطرمة زي ما انتوا شايفين اللون كده تحفة، مقرمش وحلو قوي. حسب ما انتي حابة، لو حابينه مقرمش هتسيبيه شوية على النار، لو حباه طري بتطلعيه على طول. كده خلصت الكمية بتاعتي اهيت. بسم الله ما شاء الله، عملت يعني كمية كويسة وطلع معايا طعمه حلو وخرافة بصراحة، والحشوة كانت فظيعة. جربوه ان شاء الله هيعجبكم وهيطلع معاكم حلو جدا جدا. وتغيير من الاكل من حاجة لحاجة، لو انت مش حابة تعجني هتجيبي العيش دوت كده تقولوا بس انا عايزة كله يكون قابب عشان خاطر تعرفي تفتحيه وتحشيه. يا رب الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه. استنوني في فيديو جديد. مع السلامة.